الحياة في الأرض المقدسة في هذه البلاد ليست سهلة، محاطة بالكثير من المخاطر وتحفها التهديدات من كل مكان. هذه الأرض هي خيرة أرض الله، خيرة أرض الله يجتبي إليها خيرته من عباده. فهذه الأرض هي موضع تنافس بين كل الحضارات الإنسانية منذ أن وجد الإنسان وإلى قيام الساعة. كل الأقوياء يريدون أن يسيطروا على هذه الأرض، كل الذين حققوا انتصارات وأصبح لهم مكانة في العالم يختبروا مكانتهم وقوتهم من خلال سيطرتهم على هذه البلاد وعلى هذه الأرض المباركة. لهذا السبب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين قبل أن يتم فتح هذه البلاد وقبل أن تصبح مع المسلمين، قال لأصحابه الكرام: من اختار منكم ساحلا من سواحل الشام فهو في رباط إلى يوم الدين، وفي رواية فهو في جهاد إلى يوم الدين. يعني الحياة في هذه البلاد أيها الإخوة والأخوات هو جهاد وهو رباط مستمر، ما دام أن الإنسان موجود ويعيش في هذه البلاد بنية الرباط والجهاد فيها، فهو بإذن الله له أجر المجاهد وأجر المرابط ما دام حيا وما دام قائما مرابطا فوق ثرى هذه الأرض المباركة. ومن أعجب ما علمنا أن أجر الرباط لا ينتهي بموت الإنسان المرابط. هذه بشرى لأهل هذه البلاد الذين ينمون في داخلهم أنهم يعيشون لله سبحانه وتعالى فوق هذه الأرض المباركة. أجر المرابط بعد أن يموت يستمر إلى يوم القيامة. المرابط لا ينقطع أجره ولا ينقطع أجر رباطه، بل يستمر إلى يوم القيامة. ولكن لا بد أن يعي هذه الحقيقة، أن يعرف أنه يعيش في هذه البلاد المباركة مرابطا مجاهدا في سبيل الله، أن تكون لديه النية لذلك ليحسب له هذا الأجر العظيم. لهذا السبب أيها الإخوة هذه بلاد عظيمة، بلاد سماها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بالبلاد المباركة والبلاد المقدسة. أرض مباركة، أرض مقدسة. قال سبحانه: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. هذه أرض مباركة لكل البشر، أرض فيها البركة، والبركة هي مأخوذة من استقرار الخير، الخير مستقر فيها، والنماء والزيادة، ويعني كل المعاني الإيجابية الخيرة موجودة في هذه البلاد بأمر من الله سبحانه وتعالى. البركة تشبه البركة. البركة هي التي تتجمع فيها المياه، تجف المياه من حولها، ولكن الماء يبقى في البركة فسميت بركة. والبركة كذلك هي التي إذا يعني نقص النماء والزيادة والخير من حولها بقي مستقرا فيها، فهي أرض مباركة. والأرض المباركة واسعة، قيل في معناها هي التي تمتد بين النيل والفرات، يعني تدخل فيها
بلاد الشام بأكملها وأطراف من العراق ومصر، ولكن مركز البركة هي هذه الأرض، وهي المسجد الأقصى على وجه الخصوص، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فالمسجد الأقصى هو مركز هذه البركة، ثم بعد ذلك تنتشر من حوله لتشمل هذه المساحات الواسعة من الأرض. أما الأرض المقدسة فهي جزء من الأرض المباركة. الأرض المقدسة هي أرض فلسطين، هي القدس وما حولها، هذه البلاد التي نعيش فيها، هذه هي الأرض المقدسة. والمباركة والمقدسة هما وظيفة، يعني هذه الأرض لها وظيفة أنها مباركة، وقد عكست كثير من الأحداث في التاريخ، وأنها مقدسة أيضا. هذه وظائف لهذه الأرض منحها الله سبحانه وتعالى لها منذ أن وجدت إلى قيام الساعة. فعندما تقول بركة ليس فقط في الأكل وفي الشرب وفي الصحة وفي العافية وفي الخير وفي الثمار وفي الأبناء وفي يعني هذه الأمور، هذا جزء صغير من هذا المعنى، ولكن البركة أيضا تشمل أمور كثيرة جدا. كثير من الأحداث التي كان الناس يظنونها شرا مطلقا عندما جاءت إلى هذه البلاد انعكست في خير وفير على العالم بأكمله. مثلا عندما جاء المغول وهزم المغول، هؤلاء الذين احتلوا 3/4 الكرة الأرضية، احتلوا يعني كل المناطق، الصين وروسيا والهند وآسيا، كل آسيا وأجزاء من أوروبا، وتدفقوا كالطوفان وكالجراد، واجتاحوا وأسقطوا الخلافة الأموية أو العباسية في بغداد، واحتلوا أجزاء كبيرة من الشام، وكانوا في طريقهم لاجتياح ما تبقى من العالم. ولكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يهزموا هنا في فلسطين في معركة عين جالوت بين بيسان ونابلس، هذه المنطقة السهلية التي شهدت هذه المعركة، وهي من أشد وأكبر وأخطر المعارك التي شهدتها هذه البلاد وشهدها تاريخ المسلمين. معركة عين جالوت كانت بقيادة قطز أحد المماليك. هذا البطل المسلم هو الذي انتصر على المغول في هذه المعركة العظيمة. انهزم المغول، وبدأ تحول هؤلاء الناس إلى الإسلام، ودخلوا في دين الله أفواجا، وإذا بهم يتحولون إلى الإسلام ويصبحوا جزءا من الإسلام بعد أن كانوا هم الخطر الأكبر على الإسلام وعلى المسلمين. هذا الموضوع حسم هنا في فلسطين. الصليبيين الذين اجتاحوا أيضا هذه البلاد عن طريق الأناضول، وكان هناك 8 حملات صليبية رئيسية، والكثير من الهجمات التي شنوها على أطراف العالم الإسلامي قبل ذلك وبعد ذلك. هؤلاء اجتاحوا بلاد الشام واحتلوا القدس
وحولوا المسجد الأقصى إلى كنيسة، وحولوا الطوابق السفلية من المسجد الأقصى المعروفة اليوم بالمصلى المرواني إلى اسطبلات للخيول سموها اسطبلات سليمان، وحولوا قبة الصخرة إلى كنيسة ووضعوا فوقها الصليب. ثم بعد ذلك هزموا في معركة حطين هزيمة نكراء، وبدأت تتأثر أوروبا بأخلاق وقيم الإسلام، وكانت هزيمتهم في هذه البلاد المباركة هي انطلاق للحضارة الغربية. نهضت أوروبا في أعقاب هذه الهزيمة من عصور الظلام. احنا عندما نقرأ في التاريخ ونقول أن العصور المظلمة في التاريخ، والمقصود فيها المظلمة على أوروبا، لأنه لم تكن بالنسبة لنا مظلمة، بالنسبة لنا كانت عصور حضارة متألقة، ولكن في أوروبا كانت عصور ظلام وظلم وتخلف وهمجية. فبدأ هؤلاء ينتعشون وبدأوا يعني يتشكلون من جديد بفعل الحضارة الإسلامية وقيم وأخلاق هذه الحضارة. بدأت تنتشر في أوروبا الكثير من القيم، الكثير من الأخلاق الإسلامية، وبدأوا يعني يقلدون المسلمين في الكثير من التفاصيل. وهذا الموضوع ليس يعني جديدا. شمس العرب تسطع على الغرب، هذا كتاب زغريد هونكا، هذه يعني مستشرقة ألمانية معروفة، وضعت هذا الكتاب العظيم أنه شمس العرب تسطع على الغرب. وبالفعل كانت بداية النهضة الغربية هي من هذه البلاد، وبفعل احتكاك هؤلاء الصليبيين بالمسلمين في هذه البلاد وفي هذه المنطقة بشكل عام. فإذا كثير من الأحداث، كثير من الأمور التي كان الناس يعني يعتقدون أنها شر مطلق، وإذا بها يخرج من وسطها هذا النور وهذه البركة التي نتحدث عنها. هذه أرض مباركة، أثرها وإشعاعها وتأثيرها يصل إلى كل العالم، ليست فقط يعني بركتها محصورة وخاصة بمن يعيش فيها، بل إن إشعاع هذه البركة وأثر هذه البركة يصل إلى بقاع بعيدة في هذا العالم ولا ينحصر في هذا المكان. أما الأرض المقدسة فهي الأرض التي تتطهر باستمرار، هذه الأرض التي لا يعمر فيها ظالم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرض لا يعمر فيها ظالم، أرض مقدسة يعني مطهرة، أرض تتقدس باستمرار، تتطهر باستمرار من الظلم ومن الظالمين، أرض تجدد القيم والأخلاق، أرض تسقط ويسقط فيها الظلم أيا كانوا، حضارات أو قادة أو جماعات أو ديانات فاسدة لا يمكن أن يستمروا في هذه البلاد، سيسقطون وسيزولون، وسيأتي يعني من هم خير منهم في نهاية المطاف. لهذا السبب هي أرض مقدسة، وهذه القداسة هي أيضا وظيفة لهذه الأرض، هي وظيفة لهذه الأرض. وقد سمى الله سبحانه وتعالى هذه البلاد بالأرض المقدسة كما سماها أيضا في القرآن بالأرض المباركة. فقال الله سبحانه وتعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. أرض المقدسة، فبالتالي هذه بلاد لها قيمة عظيمة، يعني بين البركة والقداسة هذه الأجواء، هذه المعاني التي انتشرت على مستوى ليس فقط أتباع الديانات السماوية، وإنما على مستوى أهل الأرض وحضارات الأرض منذ أن وجد الإنسان وإلى قيام الساعة. كل الناس يعرفون خصوصية هذه البلاد وهذه الأرض، لذلك الكل يريد أن يسيطر عليها،
الكل يريد أن ينتزعها وأن تكون تحت سيطرته وتحت سطوته وتحت هيمنته. هكذا هو تاريخ هذه البلاد. كل حضارة قوية بمجرد أن تصبح قوة عالمية مباشرة يعني تحاول أن تسيطر على هذه البلاد. والمسلمون كلما كانوا يعني أقوياء كانت القدس وهذه البلاد المقدسة معهم ومن ضمن سلطانهم، ولكن بمجرد أن يفقدوا القوة وتدب بينهم النزاعات والخلافات ويقعوا في الضعف وفي الصراعات وفي الفتن، أول ما يفقد القدس. وهذه المسألة مسألة تاريخية، هذا ميزان، هذه بوصلة، هذه البلاد هي بوصلة على قوة الأقوياء وعلى ضعف المسلمين. كلما كان المسلمون ضعافا ضاعت منهم القدس. ضياع القدس من المسلمين هو العلامة الدامغة على ضعفهم وعلى هزيمتهم وعلى عدم أهليتهم لقيادة هذا العالم. ولهذا نحن اليوم القدس والأرض المقدسة كلها في بطن الاحتلال. القدس اليوم والأرض المباركة كلها في يد هذا الاستعمار، رغم أننا نعرف وهم يعرفون أنهم ليسوا قوة خارقة وأنهم مجتمع يعني متواضع من القوة، ليسوا أصحاب بأس في الحرب وليسوا أصحاب قوة معروفة في التاريخ، وليسوا أصحاب أعداد كبيرة من المقاتلين. قسم كبير من جيش الاحتلال هم من المرتزقة، وكثير منهم من العربان والبدو وغيرهم من غير اليهود. لهذا السبب ليست قوة اليهود هي التي يعني ضيعت فلسطين والأرض المقدسة، وإنما ضعف العرب والمسلمين. كلما ضعف العرب ووصل ضعفهم إلى مستويات معينة تضيع هذه البلاد وتصبح في أيدي أعدائهم. وهذا الذي كان عندما كانت الدولة العثمانية قبل الحرب العالمية الأولى، عندما كانت يعني قائمة، كانت فلسطين والقدس جزء أساسي من هذه الدولة، ولم يكن يجرؤ أحد على المساس بهذه البلاد المباركة. وحاول اليهود في أيام هرتزل أن يشتروا فلسطين أو أن يسمح لهم بالهجرة إلى فلسطين في أيام السلطان عبد الحميد الثاني، وأغروه بالأموال والذهب وسداد الديون عن الدولة العثمانية وكثير من المغريات، ولكنه رفض ولم يجرؤ اليهود حينها على فعل شيء. ولكن بعد أن سقطت هذه الدولة وكانت ضعيفة في أواخر أيامها، مباشرة أصبحت فلسطين في يد الإنجليز، وبعد ذلك انتقلت إلى يد اليهود، وها هي إلى اليوم، لأن الأوضاع لم تتغير بل ازدادت سوءا في كل العالم العربي اليوم. من الذي يحكم الشعوب العربية والإسلامية؟ من الذي يحكم العرب والمسلمين اليوم؟ كثير من هؤلاء الحكام هم وكلاء للاستعمار، يحرصون على مصالح الاستعمار أكثر مما يحرصون على مصالح شعوبهم، وجيوشهم مخصصة لقمع الشعوب. ليس لدينا جيوش في العالم العربي من أجل الفتوحات الإسلامية، ليس لدينا جيوش من أجل مقاتلة الأعداء. جيوش العرب اليوم معدة بشكل ممنهج من أجل أن يقتل بعضهم بعضا، ومن أجل أن يقتلوا الشعوب، ومن أجل أن يقمعوا الشعوب، ومن أجل أن يضمنوا استمرار هذه الحالة المهزومة والمأزومة التي تعيشها الأمة في هذه الأجواء وفي هذه السنين العجاف. هذا هو الواقع للأسف الشديد. دول تحرس دولة الاحتلال، دول تقاتل من أجل أن تبقى هذه الدولة دولة الاحتلال مصانة ومحمية وقوية تحت شعارات ومسميات كثيرة، وفي النهاية أقاموا
وجاءوا لنا باتفاقيات إبراهيم وأبراهام من أجل ماذا؟ من أجل ضمان سلامة دولة الاحتلال. يريد أن يعني يقيموا تحالفات واضحة ومكشوفة تحت هذه الأسماء المشبوهة من أجل ضمان سلامة هذه الدولة واستمرار بقائها، لأن الذين يحكمون ليسوا خيرا في عالمنا العربي، ليسوا خيرا من الذين يحكمون في دولة الاحتلال. التشابه كبير بينهم، كلهم أصحاب مصالح، يبحثون عن مصالحهم وعن كراسيهم، وليكن الطوفان بعد ذلك. ليس هناك اعتبار لا للقدس ولا لفلسطين ولا لشعب فلسطين ولا لشعوبهم. حتى الشعوب العربية كلها مسحوقة، وكلها في محن شديدة، وكلها تعاني معاناة لا يعلمها إلا الله. واليوم بدأت وسائل الإعلام تنقل معاناة هذه الشعوب، وبدأنا يعني نشاهد ونتابع هذه المآسي التي تعيشها شعوبنا من المحيط إلى المحيط. دول كثيرة عملاتها انهارت لأنها أصلا يعني عملات مزيفة أو دول مزيفة، دول مزيفة، عملات انهارت، ناس غرقوا في الفقر، رواتب لم تعد تصلح لشراء الخبز وحده، لم تعد تكفي لشراء الخبز. والحبل على الجرار في كل عام يعني تلتحق دول جديدة بهذا الواقع المأساوي، وتقترب من حافة الانهيار وتسقط في الهاوية، ونحن نشاهد. وأصبح كثير الآن من المحللين ومن اليهود المحللين أيضا والكتاب يعتقدون أنه لن تزول دولة الاحتلال إلا بعد زوال كل هذه الأنظمة العربية. وبالفعل بدأت هذه العملية، بدأت الأمور تتساقط، وبدأت الأقنعة تتساقط، وبدأت الأمور تنكشف والحقائق تنكشف بأن ما يجري هو الحقيقة المرة التي كان يجهلها كثير من الناس على مدار العقود الماضية. لم يكن يعني يريد أحد أن يعرف أن هذه الأنظمة وهذه الدول هي من ترعى وتحمي دولة الاحتلال. وقامت حروب شاركت في هذه الدول، حروب الأيام الستة. تخيل الكلام، الله لو شل فيها 10. مخيم جنين صمد 2 و3 شهور يواجه في دولة الاحتلال في عام 2001 و2002، صمد شهور وهو مخيم صغير. دول عربية وجيوش عربية مدججة بالسلاح دخلت لتحرر ما احتله اليهود عام 48، فسلمتهم ما بقي يعني وعرف بأراضي التي احتلت عام 67. تخيل، راح مشان يحرروا، راح تيجيب زي ما بيقولوا نص الأرض، ضيع النص الثاني، أعطوهم النص الثاني. في عام 48 دخلت الجيوش العربية، فإسرائيل أخذت أكثر من 55% من الأرض. في عام 67 دخلت الجيوش العربية، فإسرائيل أخذت ما تبقى من الأرض، فأصبحت كل فلسطين هي في قبضة الاحتلال. طبعا في كل مرة كانت هذه الجيوش تقول لهذا الشعب المرابط والمخدوع والمضلل، تقول له ما يعني اللزوم أن يبقى معكم هذا السلاح البسيط، هذه المسدسات والبنادق، استريحوا انتوا، احنا راح نرجع ما ضاع من هذه الأرض ومن هذه البلاد. خدعوا الناس وضللوا الناس وصادروا أسلحة الناس وسوقوا أسلحة مغشوشة وطلقات نار صوتية. تخيل، من هذيك الأيام كانت الطلقات الصوت، يعني اطلق النار صوت طلق ناري ولكن لا يوجد له أي مفعول.
من أجل يعني تمكين اليهود من الاستيلاء على ما تبقى من الأرض. وبالفعل نحن الآن نعيش في ظل هذا الاحتلال الذي يهيمن على كل هذه الأرض. ثم إن هذه البلاد ليس يعني ما يجري فيها سرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني رسول الله أخبرنا بإشارات كثيرة عما ستعيش هذه البلاد حتى قبل أن تصبح مع المسلمين وفي قبضة المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعش حتى يرى هذه البلاد وقد فتحت يعني من قبل المسلمين. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفلسطين مع الرومان، مع البيزنطيين، الرومان الشرقيين، فيعني لم تكن فلسطين مسلمة. ولكن اسمع ماذا يقول في هذا الحديث العجيب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليوشكن أن يكون لأحدكم مثل شطن فرس يطل منه على بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها. والله هذا الحديث من أعجب الأحاديث التي قرأتها. يعني الأرض حتى الآن مع الرومان، ليست مع المسلمين، لكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يوحي وكأن هذه الأرض أصبحت مع المسلمين، ثم بعد ذلك تنتقل إلى غير المسلمين، حتى أنه يوشك يعني وقت قريب يتمنى فيه الإنسان المسلم أن يكون له مثل شطن فرسه. شطن الفرس هو الرسن أو الحبل اللي بيطولوا فيه للفرس. قديش بيكون طوله؟ 5 متر، 5 في 5، 10 في 10 متر، يعني 100 متر، 50 متر. أن يكون لأحدكم مثل شطن فرسه موضع قدم يطل منه على بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها. طب إذا كان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، هذا كلام مهم ودلالاته مهمة. طب إذا كان يعني من يستطيع أن يوجد يعني لنفسه موضع قدم من جبال الأردن مثلا، أو من جبال في سوريا أو لبنان، يطل منها على بيت المقدس، بس يشوف هذه الأرض المقدسة، إذا كان مثل هذا العمل خير له عند الله سبحانه وتعالى من الدنيا وما فيها. يعني كونك أنت مهتم بهذه الأرض المقدسة وتريد أن يعني تطلع على أحوالها، أن تقترب منها إلى الحد الذي تراها فيه، تقف وتشاهد أجزاء من هذه الأرض المقدسة، هذا يعكس اهتمامك بهذه البلاد وهذه الأرض، فهذا خير لك من الدنيا وما فيها. طب كيف بمن ولد في قلب الأرض المقدسة؟ كيف بمن يعيش في قلب الأرض المقدسة؟ كيف بمن يرابط في قلب الأرض المقدسة؟ كيف بمن يدافع ويجاهد ويقاوم في قلب الأرض المقدسة؟ إذا كان مجرد أن تتاح لك فرصة أن تراها من بعيد، فهذا خير لك من الدنيا وما فيها بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا ولدت فيها؟ كيف إذا كرمك الله بالعيش فيها؟ كيف إذا أصبحت مرابطا على ثراها؟ كيف إذا أصبحت مدافعا عن مقدساتها وعن أهلها؟ فهذا شيء لا يعلم أجره إلا الله سبحانه وتعالى. لهذا أيها الإخوة نقول دائما اغتنموا فرصة وجودكم في هذه البلاد المقدسة، اغتنموا حياتكم في هذه البلاد المقدسة، هذه البلاد المباركة
احتسبوا وجودكم فيها جهادا ورباطا في سبيل الله حتى تحصلوا على الأجر العظيم. الحياة في هذه الأرض كنز لا يعلم قيمته إلا الله سبحانه وتعالى، كنز عظيم، فلا تضيعوا هذا الكنز في العبث، لا تضيعوا هذا الكنز في الخيانة، لا تضيعوا هذا الكنز في الخذلان، لا تضيعوا هذا الكنز في أتفه الأمور. انتبهوا إلى هذه الأمور، انتبهوا إلى هذه الحقيقة، اغتنموا هذه الحقيقة واغتنموا هذه الحياة الكريمة أيها الإخوة. صونوا حياتكم في هذه البلاد، صونوا كرامتكم، صونوا شرفكم، صونوا انتماءكم ودينكم ومعتقداتكم. هي كلها سنوات، ثم بعد ذلك الكل سيخرج من هذه الحياة الدنيا. فهنيئا لمن عاش ومات مرابطا في هذه البلاد، هنيئا لمن عاش ومات مجاهدا ومدافعا ومقاوما للظلم والظلام في هذه البلاد. والويل كل الويل لمن قضى هذه السنوات وقضى هذه الفرصة التي لا تعوض، ضيعها في الجري وراء التفاهات ووراء المال والماديات بأي ثمن، بأي ثمن. هناك من لا يقيم أي وزن أو اعتبار لكونه يعيش في الأرض المقدسة والأرض المباركة، لا يدرك هذه الحقيقة ولا يريد أن يدرك، يبحث ويلهث في الصباح والمساء وراء الدينار والدرهم، يريد أن يحصل على المال بأي ثمن وكيفما كان، وينسى هذا الكنز العظيم الذي منحه الله سبحانه وتعالى لأهل هذه البلاد، الرباط الذي لا يتوقف أجره حتى بعد موت صاحبه. المرابط أجره مستمر، راتبه الشهري عند الله مستمر إلى قيام الساعة. هذا والله من أعجب العجب أيها الإخوة، هذا للمرابطين. وقادر الإنسان أن يكون مرابط حتى لو كان يبيع الخضار والفواكه على العربة في الشارع، ما دامت نيته الرباط في هذه البلاد والصمود في هذه البلاد والبقاء في هذه البلاد والدفاع عن هذه البلاد بما يستطيع. المرابط ليس بالضرورة أن يحمل السيف والبندقية، المرابط هو من يدرك وجوده وأهمية وجوده في هذه البلاد، لتبقى هذه البلاد موحدة لله سبحانه وتعالى، ليقام فيها ذكر الله، لتقام فيها العبادات لله سبحانه، ليبقى فيها الأذان وذكر الله يردد في الصباح وفي المساء، ليحافظ على هوية هذه البلاد وليحافظ على الإسلام في هذه البلاد. فهذا مرابط عند الله سبحانه وتعالى، وأجره مفتوح، يموت ولكن أجره لا يتوقف، يستمر ما دام يحمل هذه النية في قلبه، وما دام مدرك وواعي لهذا الرباط ولهذا العمل ولهذه الحياة في هذه الرحاب المقدسة. هذه الأرض أيها الإخوة هي وطن لمن يعيش فيها، نعم، من يعيش في الأرض المقدسة هي وطنه، وحب الأوطان من الإيمان، ولكن أتعلمون أنها أيضا وطن لكل المسلمين في العالم، لكل المسلمين في الإيغور في الصين ينظرون إلى بيت المقدس كما تنظرون أنتم إلى بيت المقدس، قلوبهم معلقة في بيت المقدس كما أن قلوبكم أنتم معلقة ببيت المقدس، لأنه احنا قلوبنا ليست معلقة بالصين، نهتم بأمر إخواننا هناك، ولكن الصين
هي لأهل الصين، وكذلك الحال في أمريكا وفي كندا وفي أوروبا، ولكن هذه البلاد وضعها مختلف. من يعيش في أمريكا من المسلمين وفي كندا وفي الصين وفي اليابان أوطانهم هناك وقلوبهم معلقة هنا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذه البلاد مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه البلاد مما جاء به كتاب الله عز وجل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا مما جاء به الله سبحانه وتعالى، مما جاء به القرآن. هل هناك ذكر لليابان في القرآن؟ هل هناك ذكر لأمريكا ولا للصين ولا لأوروبا في القرآن؟ ولكن هذه البلاد هي قرآن يتلى إلى يوم الدين، هي جزء من القرآن، هي جزء من عقيدة المسلمين أينما كانوا وفي أي زمان كانوا، هي جزء من معتقدات المسلمين، هي قبلة المسلمين الأولى، قبلة المسلمين الأولى. الإسراء والمعراج الذي كرم الله سبحانه وتعالى به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ألم يكن إلى القدس ومن القدس إلى السماء؟ الإسراء والمعراج هذا يعني شيء عظيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا الإسراء كان إلى القدس، ثم كان المعراج من القدس إلى السماء، وكان الرجوع من السماء إلى القدس، ثم من القدس إلى مكة. نحن لا نعرف حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا المسار، ولكن هناك دلالات واضحة. فالله خالق الأكوان ورب السماوات والأرض وصاحب الأمر من قبل ومن بعد، قادر على أن يعرج بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من مكانه في مكة إلى السماء، ولكنه جاء به إلى القدس، من القدس عرج به إلى السماء. المسافة ليست أقرب من القدس، مسألة ليست مسألة جغرافيا أنه من هنا أقرب، هذا بالنسبة لي ولك، ولكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى ليس هناك مسافات. إذن لماذا هذا الترتيب؟ من أجل أن تكون القدس حاضرة في هذه المعجزة الخالدة. القدس حاضرة في وسط هذه المعجزة، ولم تكن القدس آنذاك بيد المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف القدس أصلا، لم يكن يعرفها، لم يزورها ولا يعرف عنها شيئا إلا معلومات جدا بسيطة. ولكن عندما قام بهذه المعجزة وجد نفسه في القدس، ثم من القدس، من المسجد الأقصى، لاحظ يعني في نقاط محددة، هو رفع قدمه من المسجد الحرام في مكة ووضعها في المسجد الأقصى في القدس. فالمسألة يعني هذول نقطتين مهمات لمن؟ مهمات لكل مسلم منذ ذلك الوقت وإلى قيام الساعة. هذا جزء من عقيدة المسلمين. نلاحظ بعد ذلك عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ورجع من السماء بهدية عظيمة، هدية الله إلى الناس. شوف، كل ملك ممكن يعطي من يزوره هدية، لكن هدايا الملوك تكون خاصة فقط بأصحابها. يعني راح واحد شخص معين على ملك، ممكن يعطيه مثلا في هذيك الأيام يعطي له سيف من الذهب مثلا، يعطي له ملابس من الحرير، يعطيه شيء ذو قيمة
لكن خاص به أو بأولاده أو بزوجته. ولكن هدية الله سبحانه وتعالى، لأنه الله هديته لاحظ تصل إلى كل إنسان، حتى الذين لم يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا مع رسول الله في الإسراء والمعراج. نحن لم نكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، ولكن حصتنا في هذه الهدية وصلت، وحصة كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلت في ذلك العصر وفي هذا العصر وإلى قيام الساعة، وهي الصلاة. رسول الله رجع بالصلاة. هذه الصلاة هي الصلة والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى، هذه هي سر العلاقة مع الله، هذه لكل مسلم. هذا ملك الملوك سبحانه عندما يرسل هدية لابد أن تصل إلى الجميع. طب هذه الصلاة لاحظ رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى المبارك، وجد كل الأنبياء، هناك من يقول صلى قبل أن يعرج، وهناك من يقول صلى بعد أن عرج. أنا أعتقد وأميل بقوة إلى أنه صلى بعد أن رجع، لأن الصلاة فرضت بعد هذه الزيارة. فأول ما طبقت الصلاة على الأرض، أول ما طبقت الصلاة التي نصليها نحن اليوم، لأن هناك أشكال وصور للصلاة مختلفة قبل الإسلام، وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلوات ليست كهذه الصلاة. لكن هذه الصلاة التي يصليها المسلمون اليوم أول ما طبقت على الأرض، أين طبقت؟ في المسجد الأقصى المبارك. ومن الذي طبقها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما بكل الأنبياء. بتعرف شوف الآن ساحات المسجد الأقصى المبارك بتوسع حوالي 100,000 150,000 إذا امتلأت، تصل إلى 150,000. لم يطرأ تغيير على مساحة المسجد الأقصى منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على الساحات إلا في الجزء الشمالي. في الجزء الشمالي في حوالي 20 متر تقريبا، منطقة باب الأصباط لحد باب الغوام، هذه أزيحت إلى الوراء حوالي 20 متر تقريبا، وباقي ما تبقى هو المساحة الموجودة اليوم. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء الذين يقال أنهم كانوا 25,000 نبي ورسول، حضور كامل 25,000. كي تخيل اليوم لما نجيبوا عنه يقول لك أدى الصلاة في المسجد الأقصى 25,000. طبعا في احنا الآن مساحات مسقوفة ومغلقة لا نرى المشهد فيها، اللي هي مصلى القبلي، اللي البعض بكل الكبلي. أنا بستغرب من وين بيجيبوا هالعبارات يا أخي، لا ينصب هذا، ليش الكبلي هذا؟ بس معنا بيحكوا لي كلام عجيب. المصلى القبلي نسبة إلى القبلة وليس إلى القبلة. شو منطق غريب في التعابير. شوف على التلفزيون وفي الإعلام مش يعبر واحد بيجي بيحكي قال لك المصلى القبلي. المصلى القبلي هذا المسجد اللي هو يعرف بالمسجد الأقصى هذا بوسع حوالي 4,000 أو 5,000 مصلي. هذا دائما ملان، لأنه أنت ما بيطلع الناس يصلوا في الساحات برا إلا بعد ما ينتهي المسجد جوا. هذول لو كانت تشوفهم برضه أنت في المشهد مع الموجودين في الساحات سترى مشهدا عظيما. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ب25,000 نبي ورسول في المسجد الأقصى. طبق أول ركن من أركان الإسلام بعد التوحيد اللي هو الصلاة، وأعظم ركن عمود الدين. وين ولد هذا الركن؟ ولد في أحضان المسجد الأقصى المبارك. وين طبق؟ أول ما طبق في قلب المسجد الأقصى المبارك. ثم بعد أن رجع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة وإذا به يؤمر
أن يتوجه بالصلاة إلى المسجد الأقصى المبارك. تلاحظ التربيط، تلاحظ كم عقد صار مربوط، المسلمين كم عقد صاروا مربوطين بالمسجد الأقصى، إنه الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك تفرض الصلاة فتطبق في المسجد الأقصى. من اللي يطبقها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بحضور الأنبياء، كل الأنبياء والرسل. ثم عندما يرجع إلى مكة وهو بين يدي الكعبة يؤمر بالصلاة إلى المسجد الأقصى المبارك. اللي مش فاهم لازم يفهم، اللي ما بيفهمش لازم يفهم. هذا ليس يعني مزاج، وليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في أي من هذه التفاصيل أبدا. لو أن رسول الله خير لاختار أن يصلي إلى الكعبة، هذه قبلة آبائه وأجداده عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن هذا كله تدبير الله سبحانه وتعالى. شوف التربيط، شوف أنت التربيط وين، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون للمسلمين أينما كانوا أيها المسلمون هذا هو مكان المسجد الأقصى في دينكم وفي معتقدكم وفي حياتكم، قبلة أمام أعينكم، وليس يعني ملقا خلف ظهوركم كما هو الحال اليوم. وضع لهم المسجد الأقصى منذ ذلك الوقت المبكر في المكان الذي يجب أن يكون فيه، في المكان الذي يستحق أن يكون فيه. وهذا ليس عبث، هذا ليس عبث، هذا تدبير صاحب التدبير سبحانه. يعني لما نيجي نقول احنا بنسأل دائما سؤال، لما بنسأل الأولاد في المدرسة ونقول لهم يعني بناء على ذلك متى ظهرت مكانة القدس في الإسلام وأين ظهرت؟ كيف؟ أعطيني جواب، أعطيني جواب، أي واحد أعطيني جواب. متى ظهرت مكانة القدس في الإسلام؟ طبعا القدس هذيك الأيام كانت مع الرومان، يعني تلاحظ الساعة فيش فيها ولا واحد بيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله أبدا، كانت مع البيزنطيين. طب ولكن متى ظهرت؟ شوفوا أنت، ظهرت قبل الركن الثاني. احنا أركان الإسلام يعني في 5 أعمدة للإسلام معروفات، بني الإسلام على 5. أول ركن وهو الذي يعني يعطي الهوية، بدونه لا في إسلام ولا تحدث عن الإسلام، وهو الشهادتين. بدون الشهادتين فيش إسلام أصلا يعني. فركن الشهادة هذا الأساس. مباشرة بعد ولدت مكانة القدس، قبل الركن الثاني اللي هو الصلاة. قبل ما تظهر الصلاة ظهرت زي ما قلنا، ولدت في القدس وطبقت في المسجد الأقصى المبارك. يعني الركن الثاني ولد في أحضان القدس، الركن الثاني من الإسلام ولد في أحضان القدس وطبق في القدس. يعني هي جاية لما ندور عليها، لو أنه نتخيل الإسلام مبنى عظيم مبني بحجارة مثلا، ونتخيل نريد أن نبحث على مكان القدس في الإسلام، سنجدها في الأساسات الأولى بين ركن التوحيد وركن الصلاة. بل إن شئت قل إن الله سبحانه وتعالى كان يوثق علاقة المسلمين بالقدس في الوقت الذي كانت آيات القرآن توثق علاقة المسلمين بالله سبحانه وتعالى، في الوقت الذي كان الله ينزل قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، كان يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله سبحانه وتعالى. هذا كله ليس عبث أيها الإخوة، وليس تعصب، وليس مبالغة، وليس تهويل. هذا كله بتدبير الله، من أجل أن نعرف، من أجل أن يعرف المسلمون قيمة هذه الدرة، قيمة هذه البقعة المقدسة، قيمة هذه البقعة المباركة، قيمة هذه الأمانة العظيمة اللي البعض الآن ممكن يشطبها بفنجان قهوة. البعض الآن بيعتبرها كأنها من أملاك أبوه
ممكن يفاوض عليها ويبيع ويدوس، ويعني كان شيء تافه لا قيمة له. لو عرف الناس ما معنى هذه البلاد وهذه الأرض وهذه البقعة المقدسة لاصطفوا جميعا دفاعا عنها. هذه أمانة الله إلى المسلمين، كل المسلمين في العالم، ما فيها لعب أبدا. اسمع حتى حائط البراق، بعض الزعماء عندنا، بعض القادة هذول اللي مش عارف من وين أنا، هذا هو وكلهم حائط المبكى هذا لليهود. يعني احنا هم لهم حائط المبكى واحنا المسجد الأقصى المبارك. من قال يا أخي؟ من وين بتجيب الحكاية؟ هذا اسمه، اسمع شو اسمه هذا؟ اسمه حائط البراق. تعرف شو يعني حائط البراق؟ تعرف من وين أخذ اسمه هذا؟ هذا أخذ اسمه مع المسجد الأقصى المبارك. هذا الاسم أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزل البراق في هذا المكان رسول الله قال: وربطت البراق، هذا الدابة، في الحلقة التي كان يربط فيها الأنبياء، فأصبح اسم هذا الحائط منذ ذلك اليوم اسمه حائط البراق. هذا جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، هذا جزء لا يتجزأ من عقيدة المسلمين. لأننا الساعة والرسول رايح على المسجد الأقصى المبارك، بقى هذا المكان صار بالنسبة للمسلمين مكان مقدس. نزل فيه رسول الله، ربط فيه رسول الله البراق، وأعطاه رسول الله هذا الاسم العظيم. ما بيطلع لك أنت تيجي تغير وتبدل يا زلمة، ما بيطلعش يا عباد الله، ما بينفعش هذا الحكي. فلهذا السبب هذه مسائل ما هي اللعبة. الحركة الصهيونية هذه عندما جاءت لفلسطين هي حركة يعني سياسية دينية متطرفة استعمارية. والله لا تؤمن حتى بالله، لا تؤمن ولا تؤمن بالأديان. وكل اليهود الأرثوذكس في العالم بيعادوها، ما حدش بيآمن في الدين تبعهم. دينهم زي دين بن كفير وسموتريتش وغيرهم، دين ناس تعين زعرني وعربدي، بدهم أصوات وبدهم كذا وبدهم مش عارف ايش. الجماعة عصابات استعماريين تدعمهم المسيحية يعني الصهيونية هذه الموجودة في أمريكا، عددهم حوالي 70 مليون، هم اللي بدعموا منظمات الهيكل. اليهود الحقيقيين ضد الحركة الصهيونية. انتوا بتشوفوش جماعة ناطوري كارت هذول؟ هذول بيكونوا حاطين اعلام فلسطين على صدورهم. هذول كانوا يجوا نعمل معهم مؤتمرات صحفية بيعترفوش في دولة إسرائيل. هذول بالنسبة لهم فلسطين من الماء إلى الماء. لا هو كلكم فلسطين من الماء إلى الماء. هذول بأكلوا كتل من اليهود في القدس. هم مركزهم في مئة شعريم، هذه المستوطنة الموجودة في القدس انبنت سنة 1855 قبل قيام دولة الاحتلال بكثير. احنا عندنا يهود فلسطينيين مش مشكلة، لكن مش مستعمرين ومحتلين. احنا ممكن يعيشوا معنا اليهود ويعيشوا معنا ناس يعني من كل العالم، ولكن تحت سيادة الإسلام وتحت سيادة أهل هذه البلاد، مش أسياد علينا. فهذول ضد دولة اليهود كلها. هذول بقول لك اليهود هذول الصهاينة راح يدمرونا، راح يدمروا اليهود في العالم. اليهود الآن أكثر من 20 مليون، عدد مش كبير، لكن 20 مليون قديش موجودين منهم في دولة الاحتلال؟ لا يصلوا إلى 5 مليون يهود. 7 مليون بما فيهم 2 مليون فلسطيني جوا، وفي عندك طبعا مسلمين ومسيحيين ودروز وسمي زي. لكن اليهود كيهود، وفي روس بجوز مليون ما لهمش علاقة باليهود. واحنا بنعرف، احنا اللي بيشتغلوا مع اليهود بيعرفوا انه في روس وفي ناس هان كثار ما لهمش علاقة باليهود. وانا بذكر مرة قبل 20 سنة او اكثر كنت في ليبيا موجود في احد المحلات، فجأة واحد قال لي تعال شوف لي اليهودي هذا شو قصته، بدي اخذ ورد. انا بقول له شو ماله؟ له بقول له انا مسلم. قال طلع الهويات من جيبته من كذا. قال انا مسلم ايراني، انا كنت من حرس الشاه تاع ايران، وانا خوفونا انه الخميني راح يذبحنا فهربنا على اسرائيل، بس انا مسلم وابوي وامي معي بنصلي بنصوم رمضان. بقول له في كثير يعني زي هيك. قال لي في عدد كبير، هذا اللي من عندهم، هذول الايرانيين اللي هربوا
في من روسيا، في من كذا، في من الحبشة، في من اليمن مسلمين موجودين، تركيبة مخربشة. يعني لو بدك تدقق بالمجهر مليح وتفحص هوية ومكونات هذه الدولة جيدا، بجوز ما يوصلوا لهمش 4 مليون صهيوني. 4 مليون. طب وين ال 16 مليون الثانيين؟ ضد دولة إسرائيل، لأنه حسب معتقداتهم الدينية وحسب تفاصيل كثيرة لا يمكن أن يكونوا معهم. طب من يدعمهم؟ الحركة المسيحية الصهيونية، جماعة بوش هذول اللي كانوا هذول يعني من أخطر من اليهود. هؤلاء يريدوا هدم المسجد الأقصى المبارك، لذلك هم بدعموا في منظمات الهيكل. صار في أكثر من 60 منظمة تسمى بمنظمات الهيكل الآن، كلها موجودة في القدس، وكلها لديها ميزانيات كبيرة ولديها برامج ولديها أهداف ولديها يعني تنافس شديد فيما بينها. كل واحد بده يترك بصمة كيف يهدم المسجد الأقصى المبارك، وعندهم مبالغ طائلة، أموال هائلة تدفع لهم من أجل هدم المسجد الأقصى المبارك. لأنه هذه الجماعات الصهيونية المسيحية الصهيونية الموجودة في الولايات المتحدة أساساً، هذه تؤمن أنه المسيح لن يأتي إلا بعد هدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل، فبدهم يسرعوا في هذه العملية، بدهم يهدموا ويبنوا الهيكل، عندهم استعداد يدفعوا مئات الملايين من الدولارات، وفعلا قاعدين بيدفعوا وتجاوزوا. هذول الآن المتطرفين، هذا بن كفير هذا الآن متجاوزين كل الحاخامية الأرثوذكسية، ومتجاوزين كل الشروط الدينية. يعني كان في من عام 67 أول ما احتلوا القدس والأراضي الفلسطينية، اليهود وضعوا فتاوى على مداخل البلد القديم. أنا شفتها بنفسي باللغة العبرية، مكتوب عليها هذه الفتاوى خلاصتها يعني الزبدة تبعتها: يمنع على اليهود منعا باتا الدخول إلى هذه المنطقة لأنهم يعني غير طاهرين كفاية، ليسوا بمستوى الطهارة المطلوبة، غير مسموح لهم إطلاقا. هذه الفتاوى إذا تابعتم في الأخبار اللي تابعوا قبل حوالي عدة شهور بس، أزالوا آخر واحدة كانت موجودة على باب المغاربة اللي بيؤدي الدخول منه بوصلهم على ساحة البراق. كانت في فتوى آخر واحد، كان في واحد على باب الخليل وواحد على باب المغاربة وواحد على أبواب البلد القديم الرئيسية. هذه آخر واحد قبل 2 أو 3 أزالوها. مين اللي أزالها؟ منظمات الهيكل، ووضعوا مكانها دعوات وتحريض لليهود بالدخول إلى المسجد الأقصى وإلى هذا المكان. طبعا لاحظوا أنتم حتى الآن رغم أنهم بيحشدوا بكل الوسائل غير قادرين على أنهم يجمعوا الأعداد المطلوبة على الإطلاق. كل اللي بدخلوا أعداد محدودة، 100 و200 100 و200 300، في الأعياد وصلوا 1000. وعلى فكرة يعني بالدليل موجود، في ناس في المسجد الأقصى أثبتوا ذلك بالتصوير. في كثير من الناس هؤلاء بدخل في الفوج الثاني مثلا، بعدين بروح بعد فجأة بتفاجئ دخل في الفوج الرابع. سمعت كيف بدخل؟ يعني برجع بدخل مرة ثانية، بغير الفانلة اللي لابسها أو البلوزة أو بلبس شغلة جديدة، برد يدخل مرة ثانية. بحاولوا يصنعوا صورة مخادعة ومضللة، الهدف وراها جذب مزيد من الناس، يعني إذا بقدر، لأنه اليهود كما قلنا هم ضد هذا الموضوع. فلهذا السبب يفترض إنه إحنا يعني نفهم هذه الحقيقة، وإنه زوال هؤلاء بإذن الله قريب، سواء كان في 2022 أو ما كان زي ما قال بعض الإخوة الأفاضل. في النهاية هم إلى زوال ليس في ذلك شيء. لن يبقى في هذه البلاد إلا أهلها المرابطين فيها والمدافعين عنها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.